تنصحي بايه اي حد حصل له مثلا انتكاسه في حياته او حصل له فشل عاطفي او يعديها ازاي؟ هما ال3 حاجات. استعيني بالله ان الدنيا مش هتقف، هي كده كده الدنيا مكمله، بيكي مكمله ومن غيرك مكمله، فلازم تقفي على رجليكي. تاني حاجه، دوري جواكي بتحبي ايه وكبري، ما تقفيش وتقولي انا فاشله، لو كنتي فاشله ربنا ما كانش خلقك في الدنيا دي. بيخافوا من الوقوع. ما تقعي، ايه المشكله؟ هو اصلا الوقوع ده بنتعلم منه، ما نقع. هو يمكن في اعتقادهم ان انا لو دخلت في شغل ما هقع. هل انتي حصل لك دروبات في شغلك برضو؟ الاستمراريه. انا اول ايفنت نزلته في حياتي دفعت فيه ما كسبتش منه، ما كسبتش منه جنيه، بس مصممه ان انا اكمل. هو الاستمراريه، السعي ربنا بيجازينا عليه، هي الاستمراريه. فكره انك تقعي يبقى انت كده انسانه ما عندكيش طاقه، الطاقه مش هتجيلك غير لو انت اديتيها لنفسك. خليكي ايجابيه، ومهما وقعتي، انا عديت بطلاق وبسفر وبمرض وانتكاسات في الشغل ماديه، بس مكمله. عسل قوي. ميرسي يا منى. والله العظيم جميله، يعني كتله من الطاقه والتفاؤل. عارفه انت الناس اللي هي طاقتها ايجابيه فتشع كده، هو ده بنقول الحمد لله ونضحك ونكمل وخلاص، اصل يعني هنعمل ايه؟